كان يا مكان يا سعد يا إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان كان في بنت اسمها هنا، عندها 11 سنة. كانت متربية كويس جدا جدا جدا، محترمة ومؤدبة، بتسمع الكلام، وحتى لما بيكون عندها رأي مختلف كانت بتتكلم بأسلوب كويس. مامتها وباباها علموها ازاي تتعامل مع الناس اللي أكبر منها، ازاي تحترم كلامهم، وازاي تقول رأيها بطريقة كويسة من وهي صغيرة جدا. فكانت مامتها دايما تقول لها: فاكرة فاكرة يا هنا، فاكرة لما كنا بنحكي عن أسماء الله الحسنى؟ تعرفي يعني ايه اسم الله اسم الله الشهيد؟ يعني شايف وسامع كل حاجة، حتى اللي الناس ما بتشوفهاش. فاعملي الصح دايما حتى لو لوحدك، أنا واثقة فيكي يا هنا. هنا كانت بتحب الكلام ده وبتحاول تطبقه، وكانت عارفة كويس ان مامتها بتثق فيها. علشان خاطر مامتها بتثق فيها كانت هنا بتراعي ربنا دايما في كل حاجة. يعني لما بتكذب تفتكر ان ربنا شايفها وسامعها، تفتكر ان مامتها قالت لها: مش هكون معاكي في كل وقت، مش هكون معاكي دايما، في حاجات كتير ممكن تمر بيها لوحدك، ومش هكون معاكي، او ممكن باباكي كمان ما يكونش معاكي وقتها، بس اعرفي ان ربنا معاكي في كل وقت. لما تعوزي مساعدة ربنا هيكون جنبك، ولو فكرتي تعملي حاجة غلط افتكري ان ربنا شايفك وسامعك، ممكن يزعل جدا منك. اتعودت هنا من وهي صغيرة ان هي تراقب نفسها بنفسها، تراقب تصرفاتها، تراقب كلامها. لما تزعل حد او تحس ان الكلمة اللي قالتها حتى لو بحسن نية ان اللي قدامها زعل واتضايق من الكلمة دي، لازم تصالحه، لازم تعتذر، ولازم الاعتذار يكون اعتذار مناسب. في يوم من الأيام هنا اتحطت في موقف صعب جدا. في امتحان الحساب كانت هنا ناسية شوية معلومات من المادة وما كانتش مراجعة كويس. فصاحبتها ملك كانت جنبها بتغش وعمالة توشوش لها، تقول لها: يا بنتي بصي، بصي اهو انا معايا الإجابات بتاعة السؤال كله. هنا بصت حواليها، المراقبة مش شايفاها. قلبها قال لها: ما تاخدي الإجابة دي. الحقيقة انه مش قلبها اللي قال لها، ده أكيد الشيطان. قال لها: خدي الإجابة، انت يعني هتسيبي السؤال فاضي؟ مش هتكتبي حاجة؟ انت كده مش هتنجحي. ده غير ان مامتك هتزعل منك. هو انت عايزة تزعلي مامتك؟ انت دلوقتي بتعملي حاجة صح، انت بتعملي حاجة تخلي مامتك مبسوطة، انت عايزة تنجحي. الشيطان عمال بيقنعها بكل الطرق ان اللي هي هتعمله ده حاجة كويسة وفيها خير كمان. فجأة افتكرت ان ربنا شايفها وسامعها وعارف هي بتفكر في ايه، فقالت: استغفر الله، ربنا شايفني وشاهد عليا، حتى لو المس مش شايفاني فربنا شايفني. فقعدت في هدوء، قالت لصاحبتها: انا مش هغش. وقعدت تفكر كويس قوي 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 وتفتكر الإجابة بتاعت السؤال، تستعين بربنا وتراجع معلوماتها وتحاول تحل المسألة بأي طريقة. ويبدو إن هي علشان متوترة وقلقانة من الامتحان ما كانتش عارفة الإجابة أو مش قادرة تجيبها، لكن هي كانت فاهمة السؤال وعارفة ازاي يتحل. فلما هدت أعصابها وركزت واستعانت بالله افتكرت المعلومات بتاعتها وعرفت تجاوب. قلبها رجع يدق بسرعة وقالت لملك: شكرا، شكرا لأن انتي خليتيني أحس إن أنا كويسة. قالت لها: بس أنا ما غششتكيش. قالت لها: بس انتي كنتي سبب. طلعت من الامتحان زعلانة شوية، لكنها حاسة براحة غريبة، راحة من جواها، راضية عن نفسها إن هي ما غشتش. في يوم حصلت مشكلة في الفصل، وفي ولد اسمه سيف كسر لعبة غالية لزميله،
والكل اتهم هنا ظلم. المدرسة ندهتها وقالت لها: كل صحابك يا هنا بيقولوا ان انتي كسرتي اللعبة دي، ليه كسرتيها؟ هنا كانت خلاص هتعيط، فقالت بصوت مخنوق وحزين بس فيه ثقة: والله ما عملت كده يا مس، ربنا شاهد عليا وهو عارف مين اللي عملها بجد، واكيد ربنا يظهر الحقيقة. سبحان الله، بعد شوية الولد اعترف وقال: انا اللي كسرتها، انا كنت خايف عشان كده قلت ان هنا هي اللي كسرتها، انا اسف. المدرسة بصت لهنا وقالت لها: متزعليش يا هنا، احنا غلطنا في حقك واتهمناكي غلط، وانتي علشان صادقة فعلا ربنا ظهر الحق. في يوم تاني اتسرقت ساعة من بنت المدير، واتهموا عاملة النظافة المسكينة اسمها أم فتحية، لأنهم شافوها عدت من على المكتب وهي آخر واحدة كانت موجودة في الأوضة وكانت بتروق الأوضة. الكل كان بيقول أكيد هي، يعني بما إنها ست مسكينة ممكن تكون طمعت. لكن هنا قالت: أنا شفت ولد غريب دخل المكتب قبلها. الناس ما صدقوش، بس المدير لما قرر ان هو يراجع الكاميرات طلع كلام هنا صح، والولد هو اللي سرقها، وأم فتحية بريئة. من فرحتها عيطت وقالت: ربنا الشهيد ما بيضيعش حق. شكرا يا هنا يا بنتي ان انتي قلتي الحقيقة، لولاكي كان زماني دلوقتي اترفدت من شغلي وكمان معايا تهمة مش بتاعتي. هنا فهمت معنى اسم الله الشهيد بعمق. ربنا شايفها وهي لوحدها وسامع كل كلمة وبيشهد على كل نية. وسمعت مامتها وهي بتقول لها: اللي عارف كويس اسم الله الشهيد عمره ما يعمل حاجة غلط، ممكن يفكر فيها لكن لما يراجع نفسه هيعرف كويس انه مش هيقدر يعمل الحاجة دي حتى لو محدش شايفه، لان ربنا شايفنا. ساعتها بقت هنا لما تقع في اي موقف تسأل نفسها: هو انا لو عملت كده هكون مبسوطة لما ربنا يشوفني، ولا الحاجة دي ممكن تزعله مني؟ وعلشان الشيطان ما يدخلهاش تاني من الباب اياه ويقول لها اعملي كذا عشان مامتك تكون مبسوطة، فقالت لنفسها: بعد كده هسأل نفسي الحاجة دي لو عملتها ربنا هيكون مبسوط مني؟ مسألش نفسي الحاجة دي ممكن تكون ماما مبسوطة منها ولا لأ، أسأل نفسي الحاجة دي ربنا هيكون مبسوط منها ولا لأ. لأنه أقنعها إن هي لو غشت هتنجح في الامتحان ومامتها هتكون مبسوطة منها لأنها هتكون نجحت. بس طبعا محدش عارف إن هي نجحت بالغش، لكن ربنا شايف وسامع فأكيد هيزعل منها. فهي اختارت إن هي ما تزعلش ربنا، ولما اختارت كده افتكرت كل حاجة كانت مذاكراها وعرفت تحل وتجاوب ونجحت. راحت هنا المدرسة وقالت لأصحابها: أنا مش عايزاكم تنسوا اسم الله الشهيد ودايما ترددوه وتعرفوا كويس وتفتكروا في كل وقت حتى الأوقات الصعبة بالأخص إن ربنا معانا وموجود. نطلب من ربنا المساعدة ونطلب من ربنا إن هو يدينا الحاجة اللي نفسنا فيها، ونطلب من ربنا إن هو يكرمنا ويرزقنا بس من غير ما نعمل حاجة تزعله. بس دي كل الحكاية. ربنا شايفك وسمعك وعارف كل حاجة في قلبك وعارف اللي في نيتك، اوعى تنسى دي. توتة توتة خلصت الحدوتة.